السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هعمل سلطة البتنجان المشوي. المكونات عندي بتنجان اللي هو البتنجان ده، وعندي طماطم، وعندي فلفل ألوان، وعندي رز توم، وعندي بصلاية. هناخد كل البتنجان والفلفل كله هشويه، لا إما أشويه في الفرن أو أشويه على صاجة على النار. لكن البصلاية طبعا لا، كلها هيشوي ما عدا البصلاية. بعد ما يشوي ان شاء الله هشوف سلطة البتنجان بتتعمل ازاي. الباذنجان شويته على الفرن، على البوتاجاز من اعلى، ده افضل بيشوي بسرعة. لكن الفلفل والطماطم والثوم شويتهم في البوتاجاز، في فرن البوتاجاز. شوم كل الخضار بالشكل ده. هبدأ دلوقتي اقشر الخضار واقشر البتنجان، ونشوفهم هنعمل ازاي السلطة بعد ما اقشرهم واجهزهم. الخضار بعد ما شويته وقشرته، المفروض عنده طريقتين: لا اما اهرسه كده بالشوكة، لا اما احطه في الكبة ياخد لفة ويبقى جاهز. نشوف هنكمل بقيته ازاي. وانا هعمله في الكبة افضل، سرعة في الوقت وتوفير في الوقت والجهد. الكبة افضل. جبت طاسة وحطيت فيها معلقة زيت، وانزل البصلة تاخد لها تشويحتين. البصل دبل، هنزل بالبهارات اللي هي الملح والفلفل والكمون والجنزبيل، ياخد تشويحتين مع البصلة. احط نص معلقة سكر او نص معلقة عسل بدل من دبس الرمان. لو انا عندي دبس رمان احط نص معلقة من دبس الرمان. انزل بعد كده بسلطة البتنجان، تتقلب مع البصلة بالشكل ده. بعد كده انزل بعصير ليمونة كبيرة او ليمونتين صغيرين، واقلب عصير الليمون مع السلطة بالشكل ده، ادمجهم مع بعض. بعد كده بطفي البوتاجاز واحط شوية من الخضرة واقلبهم وامزجهم مع بعض، وكده تبقى جاهزة للتقديم. وده شكل سلطة البتنجان المشوي، جميلة جدا. ريحة الخضروات المشوية مخلية الطعم جميل جدا. وكده أكون انتهيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.